عرايس لحمة بس بطريقة غير شكل. هاي هي أكلتي لهذا اليوم. تتبيلة مميزة وبتطلع مع الخبزة من برا مقرمشة ومن جوا طرية وبتشهي، نكهات وطعم غير شكل. هذا غير أنها ما بتاخد معكم أكتر من 10 دقايق. من الوصفات المميزة والسريعة اللي ممكن تعملوها خاصة بهالأجواء. وحتى نبدأ بالوصفة، بالبداية عندي هون حبتين من البندورة بكون مقشراها مسبقا. تبدأوا تفرموها بشكل ناعم كتير، قد ما بتقدروا تنعموها بتنعموها بهذا الشكل. وبعدها كل المرقة اللي بتنزل منها بتصفوها من المي تماما. وبعدها على طول نبدأ نجهز تتبيلة اللحمة. عندي هون نص كيلو من اللحمة، بتضيفوا عليها كل حبات البندورة اللي احنا فرمناها مسبقا، وكمان بتضيفوا بصل مفروم بشكل ناعم، وبعدها بتضيفوا فصوص من الثوم بعد ما بشرتوهم كمان بشكل ناعم، وبتضيفوا كمان بقدونس مفروم بشكل ناعم. وبالنسبة للبهارات بنضيف بهار حلو وملح وفلفل أسود ملعقة صغيرة، وكمان بتضيف ملعقة من البابريكا. وهلأ بتضيفوا دبس رمان. الكمية اختيارية، بس أنا بصراحة بحبها بدبس الرمان فدايما بكتر من كمية دبس الرمان. انتوا بتقدروا تتحكموا بالكمية أكيد. وبعدها بتضيفوا مقدار ملعقتين من الكاتشب تعطيكم طعم غير شكل للحمة. بهذا الشكل خلصت مكونات اللحمة وتتبيلتها. هلأ بتبدأوا تمزجوا اللحمة كتير منيح حتى تاخد النكهة وتمتزج النكهات مع بعض. بهذا الشكل بتبدأوا بتحركوها حتى تصير معكم بهذا الشكل، بتكون تمام التمام. عندي على طول هيك صارت جاهزة. عندي بنبدأ بنجهز العرايس. هلا عندي خبز متوسط الحجم، تقدروا انتوا تستخدموا الحجم المتوسط او الصغير كيف ما انتوا بتحبوا بتفضلوا. تفتحوه من النص بهذا الشكل وخلاص هيك بيكون جاهز. بنبدأ نوزع فيه اللحمة اللي احنا تبلناها مسبقا. خليكم كريمين بكمية اللحمة لانها اكيد بتكون معكم بتشهي القلب. بهذا الشكل ببدأ أوزع فيها كتير منيح وبفردها على أجزاء الرغيف تماما حتى أغطيه بهذا الشكل، وهيك بكون جاهز معي. وهلأ بالنسبة للتحمير الخبز، في عندي أنا طريقتين. اللي بحبها مقرمشة تكون من برا يدهنها زيت عندي بهذا الشكل. بغطي سطح الرغيف كامل بالزيت، وبعدها برجع بقلب الرغيف وبدهنه من الجهة الثانية كمان بالزيت. بتأكد إني دهنتهم تماما، وبعدها بدخلها الفرن حتى يتحمروا معي. أول ما يطلعوا معي من الفرن بهذا الشكل خلاص بتقلبوهم وبتحمروهم من الجهة الثانية. عينكم بس انتوا كيف بتاخد التحمير، بتكون غير شكل وعلى طول بتستوي معكم. والريحة ما أوصف لكم كيف بتكون بتفتح النفس، بتكون مستوية ومحمرة ولا أحلى. وهيك بخليهم على جنب وبغطيهم حتى لا ينشفوا. بالنسبة للناس اللي ما بيحبوها تكون كتير مقرمشة، بيحبوها يكون فيها طراوة أكتر، بتضيفوا على الزيت شوية مي وبتبدأوا تدهنوا في الرغيف بنفس الطريقة اللي وضحناها مسبقا. هلا بتضيفوهم هيك كلهم مع بعض وبتبدأوا تحمروا فيهم وبتخلصوا كل الكمية عندكم بهذا الشكل. إذا بتحبوها تكون يعني طرية أكتر من القرمشة بتستخدموا الطريقة الثانية. إذا بتحبوها تكون مقرمشة بتدهنوها بالزيت. أنا بصراحة بحبها كتير تكون مقرمشة معي، بتكون كتير طيبة، فدايما بعتمد طريقة إني أدهنها بالزيت وبعدها أحمرها. بتكون نكهتها غير شكل. عينكم عليها كيف بتكون مستوية وما أحلاها. حرفيا خلصت الكمية كلها ما أخذت معي 10 دقايق. من الوصفات السهلة والسريعة، وقت ما بكون جاي عبالي أطبخ بعملها لأنها ما بتاخد معي وقت أبدا. هذا غير إنها فعلا من الأكلات الفخمة. ومع هالأجواء الشتوية ما في أحلى من أكلة هيك عرايس باللحمة. بتكون طيبة، بتقدموها مع عصرة الليمون والمخللات، وأكيد مع الزبادي والكاتشب إذا بتحبوا. بهذا الشكل بنكون خلصنا وصفتنا لهذا اليوم. بهمني كتير إني أعرف رأيكم بالتعليقات، فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. لا تنسوا تدعموني أنا مطبخ السوم عشان أضلني أنزل لكم مثل هالوصفات الطيبة.